السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ انا احمد جويش ودي قناه برومو. اهلا بيكم في فيديو جديد، والنهارده معانا مراجعه مسلسل كونكت. فما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو لو انت اول مره تشوفني. تابع معايا الفيديو لو عجبك المحتوى اللي انا بقدمه، نورني باشتراك في القناه وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبدا. يتم اختطاف رجل وازاله احدى عينيه على يد عصابه لتجاره الاعضاء، ويتم زرع عينه في جسد قاتل متسلسل، ويصبح لدى المتورع غير الراغب رؤى مروعة، ويحاول العثور على القاتل المتسلسل وإيقافه. قصة ملفتة للانتباه ومشجعة جدا للمشاهدة، كعادة الأعمال الكورية اللي دايما في القصة بتاعتها بتبقى مختلفة عن أغلب الأعمال اللي ممكن نشوفها. ولكن عندي معضلات مع المسلسل على مستوى السيناريو، وعارف ان انا يمكن اتهاجم على الفيديو ده لان في ناس كده عندها الكوري خط احمر ما ينفعش ان انت تتعداه، واي حاجة كوري بالنسبة لهم بتبقى حلوة. اذا كان مثلا فيلم بروجكت وولف هانتنج اللي هو فيلم اصلا ما يتشافش، في ناس داخله تقول لي ده احسن فيلم انا شفته في حياتي. فيعني الوضع مع المسلسل ده بقى مش عارف هيبقى عامل ازاي. فيا صديقي ويا صديقتي اللي بتشوفوا الفيديو، يعني اتمنى ان انا اوصل لكم وجهة نظري وتقولوا لي رايكم كده بالعقل بعيدا عن العاطفه. اول حاجه اتضايقت من المسلسل منها وهو انه بيتعامل مع المشاهد على انه عبقري. في الاول كده اول حلقه انت بتاخد كميه بيانات رهيبة جدا من المسلسل، وانت مطالب ان انت تحلل كل البيانات دي. يعني المسلسل اسمه كونكت، وانا من كمية البيانات اللي انا خدتها من اول حلقة انا اصلا فقدت الكونكت مع المسلسل. فالوضع بقى اشبه بان انت تجيب جهاز كمبيوتر امكانياته متوسطة وتحط عليه اعتى برامج المونتاج وتطلب منه ان هو يشتغل، تحط له البرامج تقول له يلا بقى اشتغل واعمل لي اجعص مونتاج موجود. فطبيعي جدا ان الجهاز ده يجي يهنج منك. فالقصة كان فيها جوانب كتيرة جدا وتم تقديمها في أول حلقة بشكل ما كانش أفضل صورة ممكنة، فبالتالي هو المعضلة جت من هنا. يعني عندنا في القصة بتاعتنا دلوقتي عندنا البطل اللي اتخطف من إحدى العصابات اللي بتتاجر في الأعضاء، ودلوقتي بنكتشف بعد كده إن البطل بتاعنا ده عنده بعض القدرات الخاصة الخارقة اللي بتخليه مش زي البشر العاديين، بل تؤهله إن هو عنده مقاومات أحسن من البشر العاديين اللي احنا نعرفه. وده الشيء اللي بيخلي ان العصابة دي كلها بتدور عليه وعايزين يمسكوه، لان هو بالنسبة لهم كده ثروة لا تقدر بثمن. وعلى الجانب الاخر عندنا مجرم. المجرم ده يعني بيحب ان هو يقتل الناس وبيعمل اعمال فنية وتماثيل، وراجل مزاجه عالي وبيحب يقتل ويسيب الاعمال الفنية بتاعته في وسط الشارع. المجرم بتاعنا ده بقى بطريقة ما عين البطل بتبقى موجودة في جسم المجرم ده، فبالتالي البطل عشان عنده قدرات فبيعرف ان هو يبقى فيه تواصل بينه وبين المجرم، وبيشوف الحاجات اللي المجرم بيشوفها بالعين بتاعت البطل بتاعتنا. فبيقرر البطل ان هو لازم يدور ورا الراجل ده، ولازم يوصله، ولازم ياخد منه عينه، ولازم يمنعه عن الجرائم اللي هو بيعملها. كل ده بقى بتشوفه ان هو بيفضل يتشابك مع بعضيه بحاجات معقدة جدا، مع شخصيات بتظهر بعد كده، مع تقديم يعني مش في افضل صورة ممكنة. فالدنيا باظت مني خالص، وانا ما لقيت ان في معطيات ياما في طريقه سرد القصه في البدايه ما كانتش افضل صوره ممكنه. الحاجات دي كلها ما اتقدمتش بافضل صوره ان انا اقدر استوعب كميه البيانات اللي المسلسل بيقدمها لي. ده بجانب ان في بعض الاجزاء في القصه اللي كانت محتاجه معالجه بشكل افضل من كده، منهم فلسفه المجرم بتاعنا. دلوقتي احنا عندنا مجرم فنان بيحب ان هو يقتل الناس وبيعمل تماثيل بجثتهم وبيعمل اعمال فنيه ويرميها في الشارع عشان الناس تتفرج على الاعمال الفنيه بتاعته دي. فانت دلوقتي مش قدام مجرد مجرم عادي، مش قدام واحد غرضه ان هو يقتل الناس، لا ده انت قدام مجرم فنان، قدام دماغ يعني مش موجودة عند اي مجرم. ففين بقى الفلسفة بتاعت المجرم دي؟ يعني فين الفلسفة اللي المجرم بيتعامل بيها؟ يدي المساحة للمجرم ده يبين لي هو ليه وصل للدرجة دي. المساحة دي ما كانتش موجودة في المسلسل. وكل كوم بقى، والشرطة اللي موجودة في المسلسل كوم تاني. لو الشرطة اللي في كوريا بالمنظر ده، فكوريا معدل الجريمة فيها يعني ممكن يعني الدنيا هتبوظ منهم، بسبب ان الشرطة التعامل بتاعها حقيقي كانوا مهرجين. دي مش بوليس، ده مش بوليس لا يقدر يمنع جرائم او يقدر يحقق ويقبض على المجرمين. لا لا لا، ده الناس دي الدنيا خربانة معاهم خالص. هما باسلوب التحقيق بتاعهم بكل حاجة هما في الضياع. يعني مثلا عندك تجار الاعضاء، الناس كلها عارفة مكانهم وبتعرف توصل لهم، ولكن الشرطة مش قادرة توصل لهم. حاجات بقى يعني في حاجات كده لا منطقية ولا عقلانية في المسلسل. زي مثلا ان احنا معانا شخص بيعاني من مرض مميت وكان حرفيا بيموت من دقيقة، ولكن سبحان الله خد حقنة مسكن فبقى قوي جدا وقادر ان هو يقاتل الناس اللي عندها قدرات خاصة. او زي الشرطة مثلا اللي قدرت تمسك طرف خيط، ولكن هم راحوا الاول وبعدين ايه، لا احنا بقى نطلب الدعم بعدين، الدعم يحصلهم بعديها بعد طبعا ما تكون الدنيا خربت.
وصولا بقى للنهاية اللي هي نهاية مفتوحة، يا عالم هيبقى فيه موسم تاني ولا لا، ولو فيه موسم تاني فانا الحقيقة مش مهتم ان انا اتفرج عليه. وحاجة برضو من الحاجات المهمة ويمكن هي اللي عاملة المشكلة كلها، هو ان العمل ده كوري ولكن هو فاقد للهوية الكورية المعروفة بتاعتنا، الهوية بقى الدرامية الكورية المعهودة مش موجودة معانا في المسلسل. وده يمكن عشان المسلسل مقدم لينا من خلال ديزني، فيمكن ديزني لعبت في السيستم الكوري شوية وبوظت بعض الاشياء اللي ادت لان المسلسل ما يعجبنيش. ولكن دلوقتي حد يقول لي يا عم احمد ده انت دلوقتي واخد المسلسل سلخ من اول الفيديو، يعني ما فيهوش اي حاجة عدلة خالص، ما فيش حاجة تعجبك. فاقول لك لا، في برضو حاجات عجبتني، ولكن هي يعني كانت المعضلة بدأت بان انت اديتني بيانات ياما وجرت حاجات تانية معاها. طبعا الحاجات اللي انا اتكلمت فيها دي كلها، لو هنقول ايجابيات في السيناريو اللي موجود معانا، هو الايجابيات ان معانا جو اثارة هو موجود معانا طول المسلسل، في جو اثارة وجو حركة اللي هو العملية دايرة معاك، مفيش اي ملل. في حاجات ما عجبتنيش ولكن هو ما كانش ممل. المسلسل 6 حلقات، الحلقة 40 دقيقة، فمفيش اي نوع من انواع الملل، وانت قاعد بقى في جو من الحركة والاثارة موجود معاك طول احداث المسلسل. ونروح للاخراج. المسلسل معانا من اخراج المخرج الياباني تاكاشي مايكا، الراجل ده واحد من اساطير الاخراج في اليابان. الاخراج في المسلسل كان حلو، يعني مفيش بقى مشاكل ان احنا نقدر نتك عليها جامد، غير ان هو كان دموي شويه، فالناس اللي ما بتحبش المشاهد الدمويه هتواجه بعض المشاكل معاه. في المؤثرات برضو ما كانتش افضل حاجه، ومش يعني الحاجه اللي كنت استناها من ديزني، ولكن هي بتأدي الغرض وبتعمل الشكل المطلوب منها. وبالنسبه للمزيكا، فالمزيكا كانت حلوه جامد. في اغنيه موجوده اعتقد ان هي هتفضل عالقه في ذهن اي حد يتفرج على المسلسل يعني بعديها بفتره. ونروح للاداء التمثيلي. البطل جونج هاي ان عمل اداء تمثيلي كان حلو جدا، يعني الشخصيه بتاعته كانت واخده المساحه الكافيه وهو قدر يبرزها من خلال الاداء التمثيلي، كان حلو جدا. اما جو كيونج بيو اللي هو المفروض الفيلن اللي موجود معانا، فانا مشاكلي معاه مش من خلال الاداء التمثيلي. الاداء التمثيلي بتاعه اللي ظهر لنا كان كويس، ولكن كان فيه احسن من كده كتير، من خلال ان انت تديله المساحة في السيناريو وتدينا فلسفة مناسبة للعقلية الجبارة اللي كانت قدامنا دي. ولكن يظل الاداء التمثيلي حاجة من الحاجات الممتعة في المسلسل، وحاجة من الايجابيات اللي موجودة معانا في المسلسل. مسلسل كونكت يمكن هو واحد من الحاجات اللي انا كنت منتظرها، وواحد من الحاجات اللي خيبت امالي نوعا ما. ممكن اكون انا كنت رافع سقف توقعاتي، ولكن القصة دي اول ما قريتها حسيت ان انا هدخل على عمل جبار، ولكن زي ما قلت هو دخل حاجات كتير وعوامل كتير في القصة خلت بيحصل نوع من انواع التشتت، وخلتني افقد الاتصال معاه. لكن رغم ذلك فاعتقد ان هو برضو عمل يستحق المشاهدة، خصوصا للناس عاشقين المسلسلات الكورية. اعتقد ان هم هيشوفوه وهيحبوا المسلسل ده جدا، وهيدخلوا يشتموني دلوقتي يقولوا انت كنت بتقول ايه، ده المسلسل ده احسن مسلسل انا شفته في حياتي. فسيبولي بقى رايكم تحت، قولوا لي هل انتم متفقين مع الكلام اللي انا قلته ولا لا، واتناقشوا معايا عادي يا جماعه، احنا مش في حرب، احنا يعني اختلاف اراء عادي. رايك مختلف عني قول لي ووضح لي كان ليه، انا وضحت رايي كان ليه وانت وضح لي برضو عادي، مفيش مشاكل يعني. مش لازم ان احنا كده نبدا الحرب على بعض، لا عادي، تبادلوا الاراء بكل احترام، وانا متقبل ارائكم طبعا. ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو وشير مع اصحابكم، تاكدوا انتم مشتركين في القناه ومفعلين الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واشوفكم تاني في فيديوهات جايه كتير ان شاء الله. السلام عليكم.